اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل كده وصفه حلوه قوي اسمها المزاليكا. ايه هي المزاليكا دي طاسه الكبد والقوانص او الكبد بس بتاعه الفراخ. وصفه حلوه قوي زي ما بقول لكم، وكمان اقتصاديه. والميزه بقى فيها ان هي بتتحضر كده في دقايق، ما بتاخدش وقت خالص. يعني لو جايه من الشغل كده مستعجله وعايزه تعملي احلى اكله، وكمان تكون حرشه كده واقتصاديه وعلى قد الايد، يبقى وصفتنا النهارده. تقدري بقى تعمليها مع شوية كده مكرونة بالصلصة، أو تعمليها سندوتشات مع شوية طحينة كده وشوية جرجير. بجد مفيش بعد كده. وهنعملها كده طشة حكاية هتوديها في حتة تانية خالص. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. يلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو، وما تنسينيش بقى تتابعيني على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناة، مطبخ مرمورة. شايفين بقى شكل الكبد؟ بجد يا جماعة الأكلة دي تحفة وتفتح النفس، وطريقتها سهلة وبسيطة، تحضريها كده في دقايق. وعايزه اقول لكم بقى ان هي اقتصاديه جدا. احنا معانا هنا كيلو من الكبد. انا مش هعمل النهارده قوانص، انا اللي لقيته موجود ومتاح عندي هو الكبد. الكبد دي يا جماعه لازم تبقى ذبح اليوم، يعني مذبوحه النهارده. ما تبقاش انتي مخزناها في الفريزر زي ما ناس كتير بتقول. لا، عايزه تعملي طاسه كبد حلوه كده ومحترمه، وزي ما الكتاب بيقول يبقى لازم انتي تكوني جايباها فريش وطازه. انا بحب اجيب الكبده كده تكون حجمها كبير، ما يكونش حجمها صغير. بيفرق كتير قوي في الطعم. ويكون كمان لونها فاتح زي ما انتوا شايفينها كده، وما تكونش غامقه. بالنسبه بقى للقلوب، معاها كده شويه قلوب حلوين، فتحتهم كده، شقتهم بالسكينه ونضفتهم. بيبقى جواهم دم متجلط، فلازم تفتحي القلب وتنضفيه كويس قوي وتغسليه وتشيلي الدم اللي فيه. غسلتهم كويس بالملح والليمون، ودلوقتي هبتدي كده انا اقطعهم. عايزه تسيبيها صحيحه براحتك، عايزه تقطعيها زي كده مفيش اي مشكله. انا بقطع الفص الصغير لقطعتين، والفص الكبير لو كبير قوي بقطعه لثلاث قطع، او زي ما انتوا شايفين كده. حلو قوي كده. هقطع بقى كل الكميه بالشكل ده. طبعا انا قلت لكم انا غسلاها قبل ما اقطعها بالملح والليمون، غسلاها كويس جدا ومنضفاها. هعصر عليها ليمونتين بقى بالشكل ده. ودلوقتي بقى احضر الطاسه بتاعتي، هحط فيها شويه زيت، وهجيب كده قطعه ليا او دهنه ضاني. بصراحه دي بتوديها في حته تانية خالص. وهبتدي اسيح كده الدهنه او اللية، وهنزل كده بخمس ست فصوص مقطعاهم صغير، مش هرساهم، مقطعاهم. امشي بس معايا وهتعملي احلى طاسه كبده. قطعت كده كام فص توم قطع صغيره، ونزلت على الدهون دقيقه واحده او نص دقيقه كمان، مش عايزاهم يحمروا ولا اي حاجه. ونزلت بالكبد زي ما انتوا شفتوا كده. اهم حاجه بقى عندي في التوقيت ده، ما تقلبيش خالص، انزلي كده بالكبده وسيبيها علشان ما تنزلش ميتها. لو نزلت ميتها هتحسي بالزفاره جامده قوي. لكن انا عايزه اسد المسام علشان ما تنزلش ميه. ما بحاولش اقلبها غير بعد فتره لما بلاقيها نشفت معايا خالص. يعني ما تنكيش بالمعلقه كده رايحه وجايه معاها عشان ما تنزلش ميتها. دلوقتي بقى هبتدي اعمل شويه توابل كده ملهمش حل. معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه كمان صغيره من الكزبره الناشفه، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من القرفة. القرفة، أيوة القرفة، بتديها ريحة حلوة قوي وبتضيع بقى الزفارة بتاعتها خالص. هرجع بقى للكبد بتاعتي، شايفين بدأت تنشف ازاي؟ انا مقلبتهاش غير تقريبا بسيطة قوي، وبعد فترة كبيرة لما نزلتها. جبت الكبد على جنب، ونزلت كده بالتوابل بتاعتي عشان تاخد تحميصة كده وتدي ريحة حلوة وتبقى مفحفحة في الدهون كده على جنب كده في الطاسة. وبعد كده، بعد يعني حوالي مثلا 10 ثواني، ابتدأت أقلبهم كده مع بعض. في التوقيت ده أنا كنت مقطعة بصلاية وسط كده، ما تحاوليش تكبريها قوي، يعني بصلاية وسط مش كبيرة. بس بقى لو بصلاية بيضة كده زي ما انتوا شايفينها كده، دي بتسكر الكبدة وبتخلي طعمها كده مسكر. مقطعة جوليان كده، يعني طرنشات رفيعة. ابتدأت أنزل بقى في التوقيت ده بالبصلاية كده، وأشوحها كده مع الكبدة زي ما بقول لكم بقى، بتخلي طعمها كده مسكر. وبرضو قطعت كده فلفلاية خضراء، انا بحب الفلفل الرومي قوي. وكان عندي برضو جزء صغير من الفلفل الاحمر، يعني اللي موجود عندك متاح انزلي بيه. سواء فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل الوان، فلفل بلدي، فلفل رومي، كله شغال. بس انا بصراحة بحب الفلفل الرومي في الحاجات دي قوي. هياخدوا كده تقليبة، انا مش عايزة بقى ادبل الخضار قوي. انا بحب بس الخضار بتاعي يتشوح كده بسيط ويبقى برضو مصحصح. دلوقتي بقى في تكاية مهمة كده، هبتدي اعمل لها طشة حكاية هتنقلها في حتة تانية خالص. جبت معلقة من التوم اللي انا مخزناه في الفريزر، وكمان معلقة من الهريسة الحمراء. لو مش متاح عندك يبقى هاتي كده حوالي 6 7 فصوص توم كبار كده، وكمان فلفلاية كده حمراء، واعمليهم في الكبة. وحطيت عليهم 4 5 معالق كده من الخل. عايزة تقليل الخل مفيش اي مشكلة، بس عايزة اقولك بقى بيدي ريحة وطعم حكاية.
جبت طاسة تانية ونزلت فيها كده بشوية من الزيت وبرده قطعة من اللية، وهنزل بقى دلوقتي بالطشة بتاعتي. شايفين هي الطرطشة دي علشان خاطر الفلفل الأحمر بيبقى فيه نسبة مية كتير. بس عايزة أقول لكم يا جماعة بقى التوقيت ده الريحة كانت عالمية، مش قادرة أقول لكم الريحة كانت إيه. الطشة دي هتفرق كتير قوي في طعم الكبدة. بديها كده تشويحة بسيطة كده على النار، والخل بقى بيخلي الريحة تحفة. يعني حوالي دقيقة بس مش أكتر. اهو زي ما انتوا شايفين كده، اديها تقليبه كده شويه بسيطه، وبعد كده بقى هاخدها وهنزل على الكبده. انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي وتعملوا لها الطشه دي، هتبقى طعمها يا جماعه تحفه. دلوقتي بقى هنزل بالطشه كده على الكبده، وهديها تقليبه شويه حوالي دقيقه تاني عشان تتشرب كده من الطشه اللي احنا حطيناها لها. وكده خلاص بقى هطفي عليها وابتدي ان انا اقدمها. في التوقيت ده بقى عايزه تعملي شويه مكرونه، هتبقى طبعا حكايه جدا. عايزه بقى تعملي سندوتشات كده كبده بالطحينه والجرجير، هتبقى حكايه. انا بصراحه بحب اعملها سندوتشات، الولاد بياكلوها بالعيش كده مع شويه طحينه وشويه جرجير، بتبقى تحفه جدا. هديها تقليبه بسيطه كده زي ما انتوا شايفين، وخلاص كده انا هطفي عليها. جهزت طبق كده بقى عليه فرشه من الجرجير، وهبتدي ان انا اقدمها بالشكل ده. ما هو لازم، ما هو العين بتاكل قبل البق. احط بقى الكبده بتاعتي كده واقدمها، والطعم بتاعها بقى يا جماعه حكايه. نفسي تجربوها، بس يا جماعه اللي يجربها يكتب لي في التعليقات ويقول لي رايه ايه. انا دايما بعملها بالطريقه دي. وعايزه اقول لكم بقى لو معاها قوانص هتبقى برضو بنفس الطريقه، بس اهم حاجه ان انتي بتحطي القوانص في الاول قبل الكبده بحوالي 10 دقايق كده، علشان هي بتاخد وقت في السوا اكتر من الكبد، وبعد كده بتنزلي بالكبد. يعني نفس الطريقه بالظبط. بصوا بقى، شايفين الكبده من جوه لونها فاتح ازاي، وجوسي وطريه وناعمه جدا. ده اللي انا بقول لكم عليه بقى. شايفين احنا لما قفلنا المسام ومرضاش ان احنا نقلبها وما نزلتش ميه، بقت الكبد بتاعتنا بالشكل ده. وكمان عشان تختاري الكبده تكون فاتحه وحجمها كبير، بتبقى من جوسي من جوه كده وطريه، وبتبقى كمان فيها دهون كده وطعمها بيبقى حلو قوي. شايفين بقى الكبده بتاعتنا النهارده طريقتها سهله وبسيطه. وبعدين كمان يا جماعه الوجبه دي اقتصاديه جدا، اقل من وجبات تانية كتير واطعم من وجبات تانية كتير. هنعمل بقى سندوتشات كده حكايه. حطيت كده في السندوتشات طحينه وجرجير، وحطيت بقى كده شويه كبده، وتاكلي احلى اكله. عايزه تعملي شويه مكرونه زي ما قلتلك، هتبقى تحفه جدا. انا بتمنى تكون وصفتنا النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يا ريت تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناه مطبخ مرموره. شايفين الكبده يا جماعه هتنطق في السندوتش، يا ريت تجربوها وبألف هنا وشفا. يلا بقى، باي باي، سلام.